السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انتوا حابين يا جماعه تكتبوا فور لوبس في بايثون بطريقه افضل وفي نفس الوقت تحصلوا على برفورمانس احسن، لازم تجربوا الليست كومبريهنشن. الليست كومبريهنشن مش بس اشيك ومور كومباكت ذان التراديشنال لوبس في بايثون، ولكن كمان هي بتدي لك برفورمانس احسن. علشان نقدر نقيس البرفورمانس ده لازم الاول نكتب ميجرنج فانكشن. فخلينا نبدا الاول دلوقتي كتابه الكود بتاعنا عن طريق ان احنا نعمل امبورت للتايم موديول من الستاندرد لايبراري. بعد كده هنقول ان النمبرز رينج بتاعنا يساوي رينج 10 أس 7 اللي هو 10 مليون، يعني بحيث ان احنا نعرف نقيس حاجه. وخلينا نكتب الميجر تايم. الميجر تايم دي بتاخد كولابل اسمه فانكشن، وكل اللي هتعمله ان هي تكابشر الستارت تايم دلوقتي عن طريق ان هي تكول تايم دوت تايم وتاساين الفاريبل اسمه ستارت تايم. بعد كده هنبتدي ان احنا نكول الفانكشن، وبعد ما نكول الفانكشن هنعمل برنت للفانك دوت اندرسكور نيم توك التايم دوت تايم اللي هو الوقت الحالي ماينس الستارت تايم، وهنخلي ده كله فورماتد ل7 علامات عشريه. ويلا بينا نكتب التراديشنال فور لوب. والتراديشنال فور لوب ديت بمنتهى البساطه هتعرف ريزلت اري، وبعد كده تعمل فور لوب عاديه خالص على النمبرز جنريتور او النمبرز رينج. بعد كده هتبتدي ان هي تقول له اف اي موديولس 2 يساوي 0 اي عمليه. هنقول الريزلت دوت ابند الاي، وبكده يبقى احنا خلصنا اول واحده. خلينا نكتب الليست كومبريهنشن برضو. والليست كومبريهنشن الحقيقه افضل سنتكس تقريبا موجود. والليست كومبريهنشن بيتكتب عن طريق ان احنا نكتب قوسين معكوفين ونقول له اي فور اي ان نمبرز مش ان رينج بقى، اف اي موديولس 2 يساوي 0. ومفيش مانع ان احنا نكتب الجنريتور سنتكس واحنا شغالين، فخلينا نكتب برضو ريزلت وبنكتبه بالاقواس العاديه I for I in numbers if I modulus 2 يساوي 0. وفي الاخر هنكتب if name يساوي مين لو احنا بنكون الملف ده بشكل رئيسي. فنعمل ميجر تايم للتراديشنال ونعمل ميجر تايم للليست كومبريهنشن، ويلا بالمره نعمل ميجر تايم للجنريتور واللي هيكون اقل وقت فيهم الحقيقه خالص. ولو جينا نعمل ران دلوقتي هيقول لي ان التراديشنال توك 36 من 100 ثانيه، والليست كومبريهنشن توك 36 برضو، بس اقل سنه بسيطه خالص. والجنريتور توك تقريبا اولموست نف. لو جينا جربنا الموضوع ده تاني هنلاقي بالفعل ان الليست كومبريهنشن بتاخد وقت اقل. المفروض ان انت عشان تجيب الاكيوريت ريزلت لازم تدخلها جوه بنش ماركينج تول زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده، وتاخد اكتر من راوند وتجيب المتوسط بتاع كل الراوندز ديت. اما عن ليه الجنريتور سنتكس ما خدش وقت تقريبا، فهو علشان هو ما بيعملش اي كالكوليشن خالص، وعشان تاخد الكالكوليشن منه لازم تحط الجنريتور اللي طالع منه جوه ليست مثلا بالشكل ده. في الحاله ديت هيدينا وقت كبير وممكن يكون هو اكبر وقت فيهم، وان كان هو مازال اقل من التراديشنال برضو. لكن في نفس الوقت انت ما بتستهلكش، طالما ما بتستهلكش الريزلتس فما فيش داعي خالص ان انت تكالكوليت الريزلتس، لان الكالكوليشن ديت بتبقى انتنسيف على البروسيسور بتاعك وما فيش داعي ليها.